لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يومان فقط تفصل المهتمين بالشأن الفلاحي عن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. عمال يشتغلون هنا وهناك، استعانة بالآليات وكل ما يلزم من موارد لوجستية وبشرية وتقنية لتهيئة الفضاء المخصص للموعد السنوي الذي دأبت مدينة مكناس على احتضانه كل شهر ماي طيلة حوالي أسبوع. آخر الاستعدادات لاستقبال زوار الملتقى وضيوفه من مختلف جهات المملكة وحوالي 65 دولة من مختلف بقاع العالم تتسارع قبل الافتتاح الرسمي المنتظر يوم الثلاثاء. هكذا بدت الحاضرة الإسماعيلية وهي تتزين لاستقبال زوارها بعد طول انتظار. وتحل دورة هذا العام، التي تستمر على مدار 6 أيام من 2 ماي 2023 إلى 7 منه، في سياق خاص واستثنائي، سواء من حيث توقيت الموعد المهني الفلاحي الأكبر في قارة إفريقيا الذي يلم شمل كافة الفاعلين في القطاع حول أهداف مشتركة، أو بالنظر إلى العودة التي طال انتظارها بعد توقف دام 3 سنوات، باعتباره معرضا دوليا منسجما مع زمانه وقارته، حسب إفادات القائمين على تنظيمه. فعلى مساحة تناهز 18 هكتارا بين إجنان بن حليمة وغير بعيد عن صهريج السواني، المعلمة المائية الشهيرة المجاورة لبناية مخازن الحبوب بالعاصمة الإسماعيلية للمملكة المغربية، تستمر الاستعدادات الجارية على قدم وساق بإيقاع عمل لا يميز ظلم الليل عن ضوء النهار، وفق ما تمت معاينته وأكده المنظمون، وذلك على بعد حوالي 72 ساعة تفصل عشاق الفلاحة وقطاعاتها عن أكبر معرض متنوع الأقطاب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.